السلام عليكم، تحية طيبة لجميع متتبعين قناة ميس إكرام أينما كنتم أصدقائي. في هذا الفيديو غادي يكون حصريا نهضروا فيه على السبب اللي خلى قطر تلغي الجسر الجوي لنقل المشجعين. يعني شنو اللي خلى قطر أنها تلغي الرحلات الجوية بالنسبة للمشجعين اللي خصهم يمشيو لقطر؟ كيف ما جاء في واحد المقالة أصدقائي، فإن الخطوط الملكية المغربية أعلنت عن إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى الدوحة، والتي خصصت للجمهور المغربي الراغب في متابعة مباراة أسود الأطلس ضد المنتخب الفرنسي الأربعاء في دور النصف النهائي لكأس العالم المقامة بقطر. وكانت شركة الخطوط الجوية المغربية قد أعلنت عزم تأمين جسر جوي عبر تجنيدها 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل تمكين آلاف المشجعين من حضور المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي. وكشفت مصادر مطلعة أن إلغاء الرحلات الجوية بين المغرب وقطر يعود إلى حالة الفوضى التي تسبب فيها دخول نائب برلماني مغربي في مشادة مع مسؤولين قطريين في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة. وقالت مصادر التي تحدثت لصحيفة الصحيفة المغربية إن المشكلة بدت بوصول طائرتين تحملان مجموعة من المشجعين المغاربة إلى مطار حمد الدولي يوم أمس الثلاثاء، وعند نزولهم اتضح للمسؤولين القطريين أن الواصلين لا يحوزون على تذاكر للمباراة، فيما لا يتوفرون بعضهم حتى على بطاقة هيا الإلزامية لكل المشجعين، على الرغم من اشتراط سلطات الدوحة للوثيقتين معا. وتحدثت المصادر بأن مشادات كلامية نشبت بين البرلمان المغربي والمسؤولين القطريين أدت إلى منع دخول أي من ركاب الطائرتين وإصدار قرار بمنع نزول 5 طائرات أخرى بمدرج المطار. وأوضحت المصادر أن التهجم البرلماني والعضو الجامعي على مسؤولين قطريين عقد الوضع وأدى إلى فتح الطريقة التي تم بها توزيع التذاكر، إذ إن الاتفاق بين المسؤولين المغاربة والقطريين كان في الأصل يتمحور حول انتقال 30 طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية من مطار محمد الخامس إلى مطار حمد، على أن يوفر له المسؤولون المغاربة التذاكر فوق وصولهم. وأضافت المصادر ذاتها أن ما جرى هو أن تلك التذاكر جرى توزيعها مسبقا بشكل مشبوه دون احترام الاتفاق المسبق، ومن بين من قاموا بتوزيعها العضو الجامعي المذكور، وبعدها وصلت إلى أشخاص موجودين في المغرب بغرض إعادة بيعها. ووفق محادثة عبر واتساب اطلعت عليها الصحيفة، فإنها كانت تباع في السوق السوداء مقابل 900 أورو حتى دون اشتراط الحصول على بطاقة هيا. وعلمت الصحيفة من مصدر من الدوحة أن السلطات القطرية طلبت إلغاء هذه الرحلات بعد أن فاقت قدرتها الاستيعابية عدد الجمهور الواصل إلى مطار حمد الدولي، مما تسبب في الكثير من الفوضى ووقوع مشاكل في حصول الجماهير المغربية على تذاكر المباراة. وتوصل العديد من المغاربة الذين سبق أن حجزوا رحلاتهم على متن الخطوط الملكية المغربية على وسائل هاتفية أو عن بريدهم الإلكتروني تخبرهم بإلغاء الرحلات التي كانت مبرمجة طيلة ليلة الثلاثاء الأربعاء دون إضافة. وشهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد إلغاء الخطوط الملكية المغربية جميع الرحلات المتوجهة إلى الدوحة حالة من الفوضى العارمة، بالإضافة إلى انتشار حالة من الإحباط التي اكتنفت المشجعين. ووفق بلاغ للارام، عقب الضجة التي تلت شيوع خبر الإلغاء وصدمة الجماهير المغربية التي كانت تنوي التوجه إلى قطر لمساندة المنتخب المغربي لكرة القدم، فسبب إلغاء يرجع إلى القيود التي فرضتها السلطات القطرية. وأضاف البلاغ أن الخطوط المغربية تتأسف وتبلغ عملائها أن شركتها الخطوط الجوية القطرية قد ألغت الرحلات التي كانت مقررة بتاريخ 14 دجنبر المتوجهة من الدار البيضاء إلى الدوحة. كما أكدت أنها ستقوم الخطوط الملكية المغربية برد ثمن تذاكر طائرة للركاب المتأثرين بهذا الإلغاء في أقرب وقت ممكن. ودعت الخطوط الملكية الزبناء إلى عدم التوجه إلى المطار محمد الخامس والاكتفاء بالاتصال على الموقع. وفي الختام قدمت الخطوط الملكية الجوية المغربية اعتذارها للمسافرين
والزبناء عن هذه الأخطاء الخارجة عن إرادتها والمفروضة من طرف الخطوط والسلطات القطرية. إذا أصدقائي، كما شفتوا في الفيديو، هذا كان هو السبب اللي خلانا قطر تلغي الرحلات الجوية ديالها. إذا أصدقائي، إلى فيديو قادم إن شاء الله، وما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.